غياب الفنان عمر الشريف عن جنازة زوجته السابقة وحبيبته الفنانة الراحلة فاتن حمامة شغل أذهان الكثير من المتابعين لأخبار وتداعيات الوفاة، حيث تساءل الآلاف عن سبب غياب النجم عمر الشريف عن الجنازة، وهو ما أفصح عنه الأخير بكل جرأة حتى يغلق باب الشائعات عنه ويكمم الأفواه عن الراحلة فاتن حمامة. ووصف عمر الشريف في تصريحاته حول وفاة النجمة الراحلة فاتن حمامة بأن العالم العربي فقد واحدة من أكثر القيم الفنية والإنسانية النادرة التي لا تتكرر. وأضاف الشريف أنه كان يتمنى أن يلتقي بالراحلة فاتن حمامة ويطمئن على صحتها، إلا أن الظروف والقدر شاء أن تتوفى قبل أن يلتقي بها ويحقق أمنيته الوحيدة على حسب تعبيره. واعترف عمر الشريف مفصحا عن سبب غيابه عن جنازة زوجته السابقة، مشيرا إلى أن العمر تقدم به للغاية وأن صدمته في الوفاة كانت كبيرة، مؤكدا أن سبب عدم حضوره أنه خشي على حياته من تدافع الناس في الجنازة، موضحا أن حالته الصحية لا تتحمل التزاحم. وأكد الفنان عمر الشريف أنه قد حدثت له نوبة قلبية قبل ذلك في مهرجان كان في مدينة الموضة باريس بسبب التزاحم الشديد عليه. وعن ابنهما طارق عمر الشريف فقد أكد أنه كان في فرنسا وعاود في وقت متأخر، مما منعه من حضور الجنازة، وأكد أنهم سيذهبا سويا لزيارة قبرها.